اسمع الكلمتين. دي عربية لامبورجيني واقفة في إشارة مرور، وفي نفس اللحظة اللي هي واقفة فيها عدت من فوقها طيارة هليكوبتر خاصة. فصاحب اللامبورجيني قال هو أنا ليه ما عنديش طيارة زي دي، واتمنى إن هو يكون عنده طيارة زيها. وفي نفس اللحظة وقفت عربية جنبها، فبص صاحب العربية على اللامبورجيني واتمنى إن هو يكون عنده واحدة زيها. بعد كده جه واحد بعجلة وقف جنبهم وبص على العربيتين واتمنى إنه حتى يكون عنده عربية واحدة منهم. وقبل ما الإشارة تفتح عدى شخص ماشي على رجليه، فبص اللي راكب عجلة وبص اللي في العربيات وقال أنا لو معايا عربية دلوقتي ولا حتى عجلة ما كنتش مشيت على رجلي. وبعد كده جه شخص على كرسي متحرك وبص للراجل اللي ماشي على رجليه واتمنى إنه لو لمرة واحدة بس يقدر يمشي على رجليه. نفهم إيه من القصة دي؟ إن الناس اللي مركزة في حياة غيرها عمرهم ما هيحسوا بجمال حياتهم. فبلاش تقارن حياتك بحياة حد، واحمد ربنا على اللي انت فيه، واتعب واشتغل عشان ربنا يكرمك ويصلح حالك.